ريف ليميت عند 9400 ار بي ام وصوتها رعد. سيبك من عصر الشاشات والتكنولوجيا المفرطة في السيارات وتعالى نشوف أجمل وأقوى عربيات اتصنعوا في آخر كام سنة ومش هيجي زيهم تاني. قبل ما نخش في الأكشن والطرب اتأكد إنك مشترك في القناة واعمل لايك لو الفيديو عجبك، ويلا بينا نبدأ على طول من غير كلام كتير. ما ينفعش نجيب سيرة عربيات قوية وجميلة من غير ما يكون فيها وحش أمريكاني، ومش زي ما انت توقعت الدوج تشارجر، لا، الحلقة دي مخصوصة لل10 سلندر، فهنتكلم عن الأقوى منها الدوج فايبر. عربية كانت بتلقب بصناعة الأرامل في أجيالها الأولى، وبدأت بجيلها الأول سنة 92 واستمر 3 سنين، وكانت وحش ما بيرحمش مع محرك من عالم تاني 8000 سي سي 10 سلندر على شكل حرف في بالتعاون مع لامبورجيني، لأن ساعتها مجموعة كرايزلر كانت تمتلكهم. المحرك ده كان بينتج 400 حصان بيور بدون هنا أي شواحن و610 نيوتن متر من العزم، أرقام مجنونة بصراحة. لا، والجنان الحقيقي بقى إن العربية دفع خلفي وما فيهاش أي نظام امان ولا مساعده للسواقه، يعني مفيش ارباجات ولا اي بي اس ولا حتى تراكشن كنترول، يعني منك للطريق على طول. اما بقى كتجهيزات ومواصفات في الداخليه فما كانش فيها تكييف حتى، يعني التكييف ده اتضاف كاوبشن في موديلات 94 وانت طالع. وزن العربيه كان 1490 كيلو بس، وده اللي خلاها تتصارع من 0 ل 100 في 4 ثواني وجزئين. انت متخيل الرقم ده كان في 92؟ يعني ده لسه في عربيات دلوقتي يا دوب داخله عالم الاربع ثواني على كل التطور والتكنولوجيا اللي احنا فيها دي، فما بالك بقى بعربيه ما فيهاش غير محركها ودركسيونها وبس. نزل منها سنة 96 أول فيس ليفت ليها واستمر لحد 2002. حصل عليها شوية تحسينات في المحرك زودتها 15 حصان و31 نيوتن متر عزم بإجمالي 415 حصان و662 نيوتن متر، بس لسه برضو ما بتنزلش بأي أنظمة أمان هنا. والاختلاف الجوهري للفيس ليفت ده إنها بقت بتتوفر بهارد توب أو سقف بيتشال ويتركب يعني. أما بداية أنظمة الأمان نزلت من بداية موديلات 97 وكانت بتنزل بإيرباجات بس، لكن ظبطوا المحرك أكتر عشان يزيد الأحصنة ل 450 حصان. سنة 2003 بقى حصل التغيير الكبير للفايبر، الجيل التاني بجد بقى، مش فيس ليفت المرة دي، بتصميم عصري وجميل أكتر وتغييرات عنيفة في المحرك. اسمع الأرقام. حجم المحرك هنا زاد بقى 8300 سي سي، بيخرج 500 حصان و712 نيوتن متر، ومش بس كده، ده كمان وزنها قل ب 230 كيلو عن الجيل الاول، مع شويه تحسينات في البادي والشاسيه اللي زود من صلابتها ومتانتها. وكل فيس ليفت للفايبر كان بيزود قوتها، والمره دي في الفيس ليفت بتاع الجيل الثاني اللي نزل في 2008 لحد 2010 نزلت الفايبر اس ار تي 10 كبديله للجي تي اس والار تي. اما بقى الفئه الاكثر توحش الاي سي ار زودوا سعه المحرك ل 8400 سي سي ووصل معاهم ل 600 حصان بدل من 500. ده كله حصل بسبب تحسينات في المحرك كتيره، بس اهم اضافه هي كانت بوابتين هواء الكترونيه، وده خلى المحرك استجابته اسرع والعربيه بقت اشرس اكتر واكتر. انزل لي بالتقيل بقى. الجيل الثالث والاخير نزل في 2013 واستمر لحد 2017، وده في رايي الشخصي اجمل واقوى موديل ليها. تصميم عدواني ومتوحش وكمان عصري، محرك وصل لأعلى قوة ليه ب 640 حصان بيور و813 نيوتن متر كافلين يشيلوا روحك من جسمك، مع جير مانيوال من 6 سرعات بيتيح لك كل التحكم والسيطرة على الوحش ده. جت بكل أنظمة الأمان اللي نعرفها، ABS وتراكشن كنترول وكمان فرامل بريمبو عشان توقف الوحش ده. ولكن مع كل التوحش والعظمة دي فبرضه لكل بطل نهاية. للأسف مبيعات الموديل كانت قليلة جدا، والشركة قللت الإنتاج واضطرت إنها تقلل السعر كمان، قللته $15,000 واللي سعرها أصلا كان $190,000 للنسخة العادية. أما بقى الفئة الأكثر توحش ال ACR فزادت 5 حصان واهتموا أكتر بالإيروداينامكس والإضافات الرياضية للعربية، وكان سعرها ب8 كلية، فبرضه المبيعات كانت وحشة قوي. وفي 2017 الشركة طلعت قرار بوقف إنتاج الوحش الأمريكي الدوج فايبر، أسطورة خلدت اسمها في عالم السيارات ومش هيجي زيها تاني. زي ما الامريكان عندهم التعبان المتوحش فايبر، فكمان اليابانيين عندهم السيمفونية لكزس LFA، اجمل اصوات ال10 سلندر في تاريخ صناعة السيارات كلها. العملاق الياباني تويوتا قرروا في سنة 2000 انهم يعملوا عربية تشيل اسمهم لسنوات كتير قدام. في 2003 طلعت اللكزس LFA لأول مرة ككونسبت كار، واستمر التطوير عليها تقريبا 7 سنين، عشان في ديسمبر 2010 تقرر لكزس الجناح الأفخم والرياضي من تويوتا
إنتاج ال LFA لأول مرة. وأكيد هنبدأ هنا بالقلب النابض، محرك V10 أمامي وسطي بيجي ب10 سلندر 4800 سي سي بالتعاون مع شركة ياماها، واللي بيطلع 553 حصان ياكلوا الأسفلت حرفيا، وعزم دوران 480 نيوتن متر، ريف ليميت لحد 9000 RPM، وصوتها رعد. بتنزل بدفع خلفي يزود من متعة سواقتها، وبتتصارع من 0 ل100 في 3 ثواني و6 أجزاء، وبتوصل لتوب سبيد 325 كيلومتر. عربية مجنونة حرفيا. ولو ما خدتش بالك أنا قلتلك بالتعاون مع ياماها، هي اللي صممت الإكزوست كله اللي ليه 3 مخارج من ورا عشان يطلع لنا الصوت الجبار ده. وبرضه لكزس استعانوا بخبرتهم الهندسية في عالم السباقات. ال LFA كتصميم فهي تحفة فنية بصراحة، حاجة كده تتبروز يعني، وداخلية فخمة ورياضية وجلود من أجمد الأنواع، شغل فاخر من الآخر يعني. لكزس أنتجت 500 نسخة بس من ال LFA في العالم كله، وسعر الواحدة كان 375 ألف دولار كسعر مبدئي طبعا. اللي معاه العربية دي دلوقتي كأنه معاه كنز حرفيا. والإنتاج استمر 2 سنين بس، وآخر عربية طلعت من المصنع كانت في ديسمبر 2012. اللكزس LFA من أصيع العربيات اللي عرفها التاريخ، وأنا شخصيا نفسي أمتلك واحدة منها، بس للأسف ملهاش كلام كتير لأنه هو موديل وحيد واستمر 2 سنين بس. فتعالى بقى نشوف آخر عربية هنتكلم عنها النهاردة. وقبل ما نشوف آخر عربية، لو مش فاهم يعني إيه محرك بتصميم الفي، فأنصحك تشوف الفيديو اللي عملناه قبل كده، مشروح فيه كل أشكال المحركات، هسيبهولك فوق في الآي، ابقى شوفه عشان تفهم المحركات صح. خشلي يا عم بقى بالألماني، عيب يعني ما نتكلمش عن الأودي R8، عربية رياضية من العيار التقيل. الجيل الأول منها بدأ في 2006 واستمر لحد 2015، وزي ما احنا عارفين الألمان ما بيطلعوش غير وحوش. ونبدأ دايما بالمحرك. الجيل الأول نزل باختيارين للمحركات، الأول ب8 سلندر تنفس طبيعي محطوط ورا أكسلات العجلات الخلفية، وبينتج من 420 ل 430 حصان، وده معمول للناس اللي قلبها ضعيف، وكان متاح بس في الجيل الأول. أما المحرك التاني وهو الأحسن والأقوى والأشهر، ال10 سلندر 5200 سي سي تنفس طبيعي على شكل في، بيطلع 552 حصان وبيرف لحد 8700 RPM، وكان متاح في 2009. تعال نسمع صوته كده. وطبعا من أجيالها الأولى كانت بتنزل بنظام الدفع الرباعي كواترو الغني عن التعريف عند أودي، بأولوية للعجل الخلفي، بينقل من 70 ل 85% من القوة للعجلات الخلفية على حسب حالة الطريق. وبتنزل ب3 اختيارات لنقل الحركة، يا إما مانيوال، يا إما AMT، يا إما بالخيار الثالث دبل كلتش 7 سرعات، نزل في الموديلات الأخيرة كبديل للAMT، وشرحناهم كلهم في الفيديو اللي فات، هسيبهولك فوق برضو. الموديل ده جامد بصراحة، شكل مميز متوحش وأداء خيالي بالذات ال10 سلندر، وكمان بتاخد توزيع وزن جامد بسبب إن المحركات جاية ورا، فعربية جامدة قوي من جيلها الأول. نشوف بقى الجيل التاني، وبرضه للأسف ده الأخير، نزل لأول مرة في 2016. تصميم أجمل وأشرس من الجيل الأول، داخلية أجمل برضه، واهتموا بالكواليتي والتصاميم بتاعة الداخلية أكتر، بس كتحسينات أداء مفيش، لكن زودوا 50 حصان لفئة الV10 بلس فقط. لكن نزل منها نسخة دفع خلفي ونسخة تانية سبايدر بسوفت توب، بس بصراحة معرفش ليه شالوا المانيوال من الجيل ده وخلوها تنزل بالدبل كلتش ال7 سرعات بس. الجيل التاني بيشارك نفس قاعدة البناء بتاعت اللامبورجيني هوريكان، والعربية كمان شاركت في سباق التحمل ال24 ساعة، وخدت لقب أحسن عربية سبورت للشارع في الهاندلنج والسيطرة على أيامها يعني. رغم القوة والجمال اللي قدمته الR8، إلا إن في مارس 2024 أودي رسميا وقفت إنتاجها عشان تفتح الباب للعربيات الكهرباء، تحديدا الأودي e-tron. وفي الآخر سواء كانت دوج فايبر اللي كانت بتقولك يا أنا يا الطريق، أو لكزس LFA السيمفونية اليابانية اللي صوتها يدرس في معاهد الموسيقى، أو أودي R8 الألماني اللي جمع بين الدقة والجنون في حتة واحدة، التلاتة كانوا بيمثلوا عصر مختلف. عصر كان فيه البنزين بيتحرق عشان يطلع إحساس مش بس أرقام، عصر كان فيه صوت المحرك أهم من حجم الشاشة، وعلاقة السواق بالعربية علاقة مباشرة، مفيش فلتر مفيش وسيط. ولو سألتني هل هيتعمل زيهم تاني، ممكن يتعمل أسرع، ممكن يتعمل أذكى، بس بنفس الروح صعب. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وقولي في الكومنتات لو قدامك فرصة تختار واحدة بس من التلاتة هتختار مين وليه. ونتقابل في حلقة جديدة وصوت محرك جديد. سلام.